جمهورية مصر العربية من القاهرة. الإنسان بلا ألم، إنسان بلا عقد، إنسان بلا إبداع. عقدتي 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 هي عقدتي كبرياء الحقيقة. عقدتي. الفنان أحمد زكي، تحكي لي عن عقدة صنعت أحمد زكي؟ حاجة كده اتكعبلت فيها في بداية حياتي لما اتخرجت من المعهد والموزع بتاع فيلم الكرنك، بعد ما المخرج اختارني وكلهم اختاروني على اني اعمل الفيلم، لان انا شكلي يطابق الشخصية اللي موجودة في الكتاب بتاع الكاتب الكبير نجيب محفوظ. وقعت العقد وفجأة الموزع قال بعد ما شاف صورتي ان انا هبقى بطل الفيلم، هذا الوجه الجديد يعني، قال ده شكله وحش. ليه؟ الاسود وشعره اكرت، معقول ده يطلع يعني بطل الفيلم يحب كده وبتاع؟ قالوا ده خريج معهد. قال له ماليش دعوه. قال له ده الدور بتاعه لايق عليه في الفيلم. قال له ماليش دعوه، ده هيطلع يحب البطله، ده شكله وحش. وهو طبعا اللي بيصرف على الفيلم، فكان متحكم في السينما. فطبعا ما قالش ده بيمثل وحش، ولا قال ده مثلا هيعمل مش لايق على الدور، لا الدور لايق عليه وكل حاجه. وما قالش بيمثل وحش ولا لا، هو كل اللي قاله شكل يعني. طب تمر الايام وفي التسعينات النهارده هذا المنتج نفسه بيعتذر لي بيقول لي انا ما كنتش عارفك وانت شكلك يعني كان، انما انا دلوقتي حاسس انك انت جميل جدا وانت فنان عظيم، ما تيجي تعمل معايا روايه. وكل شويه ابعت لي روايه اقول له بس مش مكتوبه كويس مش عارف ايه يعني. فهي كانت عقده مش عقده يعني، حسيت انا ما كنتش بتعقد منها خالص، انما هو لما قالها بالكلام اول مره يعني ابدا اركز في كلام حاجه انا ما كنتش متخيلها قبل كده. كانت هتبقى عقده، ولكن اصراري على اني بحب الفن ومواصلتي وما تعقدتش، انما كانت ممكن تبقى عقده يعني. استاذ احمد زكي، عقدة الشكل اللي قالها لك المنتج الاول استثمرته بعد كده في فنك؟ احنا بنعمل الواقع، فالواقع ده مليء بالاشكال الجميلة والجذابة والمتوسطة الجمال، وإنما كلها على بعض يعني باختلاف الأشكال اللي موجودة في الشارع. هي الحياة. فأنا طبعا مانيش شكلي وحش، لا. أستاذ أحمد زكي، هل هناك عقدة في طفولتك؟ عقدة العجلة. أنا ما بعرفش أركب عجلة لغاية دلوقتي. وانا عندي 11 سنة رحت جايب عجلة عن 28 دي يعني رجليا ما اجيبش الجدون بتاع العجلة. فلازم مع المزلقان دخلت في محل وبهدلت الدنيا وخدت حتة علقة. فمن يومها اجي اركب عجلة ما اقدرش، تلاقي العجلة بتهتز فيا لان العلقة لسه لغاية دلوقتي يعني. وبقيت اقول لهم يعني ايه وسعوا السكه، لان مش عارف رجلي، مش عارف لا اعمل فرمله ولا اعرف. فلغايه النهارده مش قادر لا اركب عجله ولا اركب موتوسيكل. الفنان احمد زكي، عمرك ما لجأت لطبيب نفسي عشان تتخلص من عقده؟ لا لجأت، بس مش لجأت عشان اقول له انا عندي عقده، لجأت عشان اقول له هيعقدوني. يعني طرقت باب دكتور نفساني، قرأت ليه كتاب ورحت له قلت له انا مش عارف اتعامل مع الناس. فدي كانت اول لقاء بيا وبين دكتور نفساني. قلت له انا مش عارف اتعامل مع الناس لاني مش عارف، الابيض ابيض والاسود اسود مش موجود والوان رمادي على طول، وانا مش عارف راسي من رجليا. ف قعد بقى قال لي ما يعني انت بتعامل الناس زي يعني عاوز كل الناس يبقوا زي ما انت عايز. لا، الناس مختلفين في الطباع ومختلفين في التربيه ومختلفين. فحقيقي قعدت. فالطبيب النفسي ده شيء رائع دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه، لان انا بعتبره صديق بالاجر. الابوه الشديده ناحيه هيثم احمد زكي دي من فرط عقده؟ الابوه الشديده دي عقده شديده عندي. انا والدي توفى من عندي سنه،
وأنا انفصلت عن أم هيثم وهو عنده سنة. فلحظتها حسيت بالشيء أنا ما تخيلتوش، إن في نفس التوقيت والدي توفى وما شبعتش منه، وفي نفس التوقيت انفصل وابني مبقاش معايا في نفس بتاعتي. فحصل لي حالة غريبة جدا، وربنا يخلينا لبعض واقدر اعوضه اللي انا اتحرمت منه في طفولتي، وما سببلوش عقدة ولا حاجة. وغدا مع آمال العمدة جمال سلامة.